الجامع الأزهر هو أول عمل معماري أقامه الفاطميون في مصر، وأول مسجد أنشئ في القاهرة، واللي أسسها جوهر الصقلي عشان تكون عاصمة الدولة الفاطمية. الجامع الأزهر هو أقدم جامعة عالمية متكاملة، وكمان من أهم المساجد الجامعة في مصر، وأشهرها في العالم الإسلامي من أكتر من 1000 عام. اتبنى الجامع الأزهر في عام 359 هجريا، وتم افتتاحه للصلاة في عام 361 هجريا، وده كان موافق يوم جمعة. الجامع ما كانش معروف وقت إنشائه بالجامع الأزهر، وكان بيطلق عليه اسم جامع القاهرة، وفضلت التسمية دي معظم سنوات الحكم الفاطمي. بعد كده بقى أطلق عليه اسم الجامع الأزهر، وفضلت التسمية دي حتى وقتنا الحاضر. اختلف المؤرخون بقى في أصل تسمية الجامع، والراجح إن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وإشادة بذكرها. أصبح الجامع المكان المفضل لدى عموم المصريين، والأول بتلقي العلوم والتفقه في الدين من خلاله، وأصبح مركز لأكبر تجمع لعلماء مصر، وبدأ كمان في تدريس بعض علوم الفلسفة والمنطق لأول مرة، وفي عام 1961 ميلاديا. ووفقا للقانون الصادر في نفس العام تم الإعلان عن قيام جامعة الأزهر رسميا، وإنشاء العديد من الكليات. ومن أشهر العلماء اللي ارتبطت أسمائهم بالأزهر ابن خلدون، وابن حجر العسقلاني، والسخاوي، وابن تغربردي، والقلقشندي، وغيرهم من العلماء. ولا زال الجامع قائما شامخا تتحدى مآذنه الزمان. الجامع الأزهر هو منارة العلم والإيمان، وأحد المعاقل التاريخية لنشر الإسلام والسلام بين الأمم والأوطان، والأكثر شهرة في مصر والعالم الإسلامي.